موسم الشتاء بدأ، البرابيز الامامي كله شبوره والخلفي كمان. في الفيديو ده هقول لك تحل المشكله دي ازاي. كمل الاخر وهفهمك. الموضوع في منتهى البساطه. الصبح لما تنزل تلاقي فيه شبوره على الازاز الامامي، البرابيز الامامي من الداخل، انت هتشغل التكييف عادي جدا، شغله مثلا على اي درجه ايا كانت، بس طبعا اكيد فوق الاثنين، يعني 3 او 4 عشان الهواء يكون قوي جدا. وهتوجه المفتاح ده على الفتحه دي اللي هي على شكل برابريز الامامي، على دي توجه الوضعيه التكييف على دي على شكل برابريز امامي، وتشغل تكييفك على 2 أو 3 في ثواني قليله جدا. هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، والشبوره اللي على الازاز الامامي هيطلع له هواء من الفتحات دي، وفي ثواني هتروح خالص من العربيه الشبوره اللي في البرابريز الامامي. طب حد هيقول لي طب بالنسبه للبرابريز الخلفي عليه شبوره من الخارج، عندك فيه سخانات ازاز ورا، هتدوس على الزرار ده، المفروض ده ينور معاك، يبقى كده الازاز الحراري ورا شغال بحيث ينزل الشبوره من على الازاز الخلفي. ده بالنسبه للعربيات اللي فيها ازاز حراري. طب نعرف ازاي العربيه فيها ازاز حراري او ما فيهاش؟ الموضوع في منتهى البساطه. تعرف ازاي ان عربيتك فيها ازاز حراري او لا؟ بتلاقي في خطوط حمراء على البرابيز الخلفي، ودي بتكون السخانات. انت لما بتشغل وضعيه الزجاج الحراري في العربيه قدام، بتبتدي ان هي تنزل الشبوره او الصقيع من على الازاز الخلفي وتحسن الرؤيه الخلفيه. طبعا انت عندك مساحه خلفيه برضو، دي بتفرق جدا معاك وبتحسن معاك وقف الشبوره او في وضعيه الشبوره، ان هي بتنظف الازاز الخلفي معاك برضو، وبتحسن الرؤيه في البرابيز الخلفي للعربيه. طبعا مش محتاجين نقول ان اثناء السواقه في فتره الشبوره لو عندك فوجات اماميه يا ريت تنورها، او خلفيه يا ريت برضو تنورها، هتفيدك وعشان سلامتك وسلامه غيرك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. وانا كريم من قناه كيمو كارز، بقدم محتوى عن السيارات، وده كان فيديو قصير من سلسله فيديوهاتنا القصيره، واشوفكم في فيديو جديد مفيد. سلام.